كيف تحصل على هذه المبالغ؟ ثم يقترض بعد ذلك لمبالغ جديدة اللي خلاص هي ليس أصل الدين ولا الفوائد الدين. تعرف هذا الاسم. كيف تحصل على هذه الأموال؟ والحقيقة السيد الرئيس هذا دوسي يعني ملف قديم معناها احنا لا مش ملف قديم، هذا ملف جديد يتعلق بهذه السنة 2023. صفر معاملات. ما خلصش. اي ما خلصش وياخذ ويزيد ياخذ قرض باش يخلص نسبة الفائدة. هذا موثق على كريدي كونسوليداسيون. شوف الوثيقه لو مونطون اللي قريته لك انا توا هذاك ايشوار اي ان بيي والواحد بون يلزم من الدوسي كله تمدوه معناتها لا ريلاسيون الكلي لو دوسي نتاعها الكل كامل. معناها هل تقبل اي مؤسسة مصرفية لا اي هذه الارقام موثقة وكل هذا جزء فقط، هذا جزء معناها غيظ من فيض، جزء فقط. وأعالج جيدا التفاصيل يعني تم النظر في التفاصيل وتمت الاستعانة بالخبراء في لجنة التحاليل المالية للنظر في هذه الملفات. ثم بعد ذلك يقال ان الدولة على وشك الافلاس. صغار الفلاحين يستغيثون، الجوائح والأمطار التي شحت هذه السنة إن شاء الله ربي يعطينا الماء، ولكن أليست هذه ملفات فساد؟ كيفاش واحد يحصل على عشرات المليارات ثم يقترض من جديد لخلاص اصل الدين 2023 مش 2018 2023. وهذا فضلا عن البنوك الاخرى ايضا، هذا جزء كما قلت قليل، فضلا عن البنوك الاخرى تعرفون الاسم وتعرفون امامكم الاسماء، لا اريد ان اذكرها امام وسائل الاعلام ولكن امامكم الاسماء. هذا من غير الاسماء لان ديبي سوفاج سونز اوكين جارونتي، سونز اوكين جارونتي. لو كان الامر يتعلق بشخص لا بالاقتناء او شراء شقه في ذلك الوقت بطبيعه الحال كل الضمانات لابد من رهن الشقه ثم بعد ذلك كمبياله ثم التامين على الحياه، وتعرفون الوضعية الحصول على قرض. هذا ديبي سونز اوكين جارونتي بدون اي ضمان، وهذا يتعلق بالبنك الفلاحي. نحن اليوم مطالبون بان نطهر البلاد وان نسترجع الاموال المنهوبة، وكنت منذ قليل اتحدث عن الاموال المنهوبة في الخارج، فكيف يمكن ان تنهب الاموال في الداخل؟ أي مصرف في العالم يقبل بإسناد قروض دون أي ضمان؟ حساب مدين دون ضمانات، تم غلق الحساب وإحالة الملف لقسم النزاعات. الشركة لا أريد أن أذكر صاحبها نفس الشيء لقسم النزاعات ودون أي ضمان، وبطبيعة الحال النزاعات التي تبقى عالقة في مصالح النزاعات. إلى متى وإلى أين؟ إلى متى وإلى أين؟